بسم الله الرحمن الرحيم. وله أيضا سيد فيدا في شهر المولد مدحه صلى الله تعالى عليه وسلم عام 11 و300 وألف في وطنه طوبى حرس الله بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم جالبة المسيات ودافعة الرسيات في مدح خير البريات صلى الله تعالى عليه وسلم. همت سليمان بسر في عمزياته كيما تقود سمامي للرزيات. همت سليمان بصرف عمزياته كيما تقود سمامي للرضيات. أبدا لتصطاد قلبي حزن بهجتها ووجها للهدايا بالمبرات. أمست تطيب نفسي كي أميل لها وحاول الميل قلبي للهديات. وخاطبني بما يدعو لغربتها وأسهرت صدق وعد بالرقيبات. طورا تجيني وتوليني جوائزها وتارة ليتهدي بالبشارات. لكن علمت وعلمي سوف ينفعني بأنها ذات مين في المقالات. كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعدها غير الخيانات. ليست تريد فإلا قد أردت كدرا من بعده وتداري بالمكيدات. ولا تريد النفع إلا أدخلت ضررا فيه وتضمر هدما في المعونات. فعدت عنها إلى ما الله يدخلني بجنانا هوت حورا وفيات. هن الغواني اللواتي لا تكافئها سلمى وهند وليلى في الخريدات. هن الغواني اللواتي لا يفوز بها إلا الذي ازدان بالتقوى بطاعته. هن الغواني لواتي دهر ماكثة فيما لها من خيام وسط جنات. حور لدى الله عين لا يغاربها حيض ولا درن دامت نقيات. حور لدى الله أتراب مخدرة تحت الغباب من البوسى سليمات. ثقن الخناديل نورا طيبها عبخ يغجلن بدر يد فوق السماوات. لهن جسم رطيب خالص قدر ضوء الطرائب جال للدجنات. مرات أزواجها أبدانهن نعم إذ نور أبدانها يسري سراجات. ما مسهن لدن ذو العرش أنشأها شيء من الوضم في وصف ولذة وليس يبغين
الأزواج من بدل وبهجة النور تنمو كل ساعة ولا يزلن عذارا عندهم أبدا أكرم بهن خريدات صفيات ولا يسرن إلى موت ولا هرم بل لا يزلن مخيمات محبات هن الغواني لواتي القلب طاب بها يختارهن على سلمى وهندات ومارون اتخاء الله فاطرها بتوبة من هوى نفس لطاعة بتوبة وبإسلام إلى ملك قد جاد بالمستوى كنز البريات أسلمت نفسي لرب لا شريك له مع الذي خفه شغلي وحاجاتي أسلمت نفسي لرب لا شبيه له مع الذي حبه أقصى مراماتي أسلمت نفسي لرب لا نظير له مع الذي نهجه خير المحجات أسلمت نفسي لرب لا معين له مع الذي دينه خير الديانات أسلمت نفسي لرب لا ابتداء له مع الذي قد هوى خير الطريقات أسلمت نفسي لرب لا انتهاء له مع الذي قربه كبرى مهماتي أسلمت نفسي لرب جل عن ولد مع الذي مدحه شرعي وعاداتي أسلمت نفسي لرب جل عن غرض مع الذي جسله أرجى صغيراتي أسلمت نفسي لرب جل عن مثل مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي صلى عليه الذي أعلى مراتبه فوق المراتب في الماضي وفي الآتي والآل والصحب والمستمسكين به أزكى صلاة بها تنفي الرونات صلى عليه الذي أعلاه معطليا فوق الذين احتووا أعلى المقامات والآل والصحب والخافين سنته أزكى صلاة بها أهوي الفتوحات صلى عليه الذي أعلى نبوته حتى استجارت به أهل النبوات والآل والصحب والمسترشدين به أزكى صلاة بها أحوي سعادتي صلى عليه الذي أعطاه معجزة أعزت ذوي السحر طرا والكهنات والآل والصحب والمستنجدين به أزكى صلاة بها أهوي الكرامات صلى عليه الذي أبدأ تقدمه على ملا الأرض طرا والسماوات والآل والصحب
والمستنغزين به أزكى صلاة بها أحوي الفيوضات صلى عليه صلاة أستقيم بها من قصه بالتدلي في الملاقات والليل والسهب والمحيين سنته مع السلام بلا إنهاء غايات ذاك المجير الذي قد استجرت به من شر نفسي وشيطان وعاهات ومن مكائد أعدائي ومن زمني ومن كلام وعين كل أوخات ومن تغير أهوالي لغير هدى ومن جميع الرسايا والخطيئات محمد ذكره أنزي ومفراتي ونور قلبي وأعضائي وراحتي وهو الرجاء في دارين يحضرني عند احتضاري وخبري والخيامات وهو الشفيع الذي الغفار يغفر لي بجاه كل عصيان وزلات وهو النطيع الذي رحمن يلطف بي بجاهه ويقيني من غرورات وهو الوصول الذي مولاي يوصلني بجاهه ويقيني من حجابات وهو الكريم الذي الباري يكرمني بجاهه ويقيني من إهانات وهو الوكيل الذي المنان يسعدني بجاهه ويقيني من شقاوات وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويوليني العبادات وهو الخوي الذي العالي يؤيدني بجاهه ويقيني من مكيدات وهو البصير الذي الهادي يبشرني بجاهه ويقيني كل غمات وهو الذي البر يحميني ويكلوني بجاهه ويقيني من مضراتي وهو السقي الذي الرزاق يرزقني بجاهه ويقيني من فضيحاتي وهو النجي الذي الوالي يعلمني بجاهه منه إسرارا خفيات وهو المربي الذي لا شك يصرفني عن العوائق ترا والرذيلات وهو المرقي الذي لا شك ينظر لي دهرا بنظرة تطهير لآفات وهو الجواد الذي جلت جوائزه عندي وخاد زمامي كل ساعة من التزمت له في كل مازنة دين امتداه بأبيات غريبات قد التزمت له في كل مازنة ما دام عقلي معي دين الهديات فكيف أترك عاما سكر واسطة أزنى الوسائط طرا والوسيلات وكل عام طوى فيني مواهبه بل كل وقت يواسيني بمناتي
نور ضريحته بحر خريحته عما نصيحته كل البريات وهو الملاذ الذي لاذ الكرام به لما دروا أنه مسكي شكايات ولم يكن من رئيس حاس مرتبة إلا ومت به وقتا من أوقات أجداد الفضلاء ماتوا بي وحووا بي من الله فوزا بالإجابات نالوا جميعا به قبل الولادة ما راموا به من مهمات وحاجات بجاهه فاز بالغفران آدم من بعد هبات من أنهار وجنات نجا به الله نوحا في سفينته وجاءوا كف يخوب البليات بالمستوى أخرج المنان يوسف من سجن متين ومن تلك الغيابات وصاحب النون للمولى التجا فنجا بالمنتقى فتنا كل غمات به غدا النار إبراهيم باردة مع سلام وهاب ساخر قعادات مثل سخاق سنم مار لطلعته وضب خاطبه يوما بكلمات والجزء قد حن من شوق ومن أسف حنين شكلا شجاها فقد أموات من القوارق سير السرح مزرعة وسيب كلمه يوما بأصوات منها لعمري إسراء الإله به بالروح والجسم ليلا للسماوات فبات يسري وجبريل سرى معه فوق البراق إلى أقصى النهايات والأنبياء وكل المرسلين معا تعلموا منه آداب العبادات فهذا ما هذا من سر يخص به وخدنا فتدلى بالمناجات وخصه بالذي لم يحص خط به وليس يحصى به ماض ولا آت فاب في الليل قبل الفجر يعلم ما قد كان بالشرع سانف أو إثبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إذ لم يزل خله ياتي بآيات حتى أتى بكتاب أعجز البلغاء وكل عن مثله أهل الفصاحة أكرم به من كتاب قد شفى عللا فأنغذ الذهب طرا من غبوات وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بطاعته وهو الهدى والصراط المستقيم لنا فكل من عافه لاخ الشقاوات وهو الشفاء لأهل الداء كلهم ينجي سوي العقل من غي وآفات ومن يرم وصلة لله منصرفا
عنه فقد فاته حبل الوصالات فهو السبيل الذي ما فيه من عوج لمن يسير إلى معطي الرقيبات أمر ونهي ووعد والوعيد معا خدث بتدفيه إرشادا لغيرات فمن يدم قصد وجه الله خدمته فإنه سوف يحظى بالعطيات ومن يكن في جميع دهر معتظما به فذلك من أهل الولايات فإنه العروة الوثقى فممسكها غدا يفوز لدى المولى بجنات ومن يلاسمه في دنياه جاد له يوم القيامة بالبشرى وخبطات ومن يلازم يتلو الدار نسخته مع التدبر يسفر بالثنيات ومن يمل عنه في الأوقات معتدلا فإنه صده كسر الرذيلات قد صده عنه أشياء تعد إلى 7 الرذائل آفات دسيسات ذنب وكبر وإصرار على لعب حب لدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين وهو سادسها وسبعها بتكسير ابتداعات نعم الذي جاءنا من ذي الجلال به وخادنا من غرور للفضيلات وهو الملاذ لنا دنيا وآخرة في كل خطب هنا أو في غد ياتي منج مجير شفيع ناصر وذر عنا يكف البلايا والمصيبات فلا أفوض أمري ها هنا وغدا لغيره بعد ربي ذي البريات يا أكرم الخلق إني خادم لك ما أحيا بمدح وسب بالخسيدات ولم أرد زارة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى من أبياتي بل امتدحتك يا مولاي مبتغيا منك الرضا بعدما تمحو خطيئاتي عليك والآل والأصحاب خير صلاة بسلام بها أحوي المضيات عليك والآل والأصحاب خير صلاة بسلام بها أحوي المضيات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين